نستعرض معاكم أهم 3 حالات تحكيمية في المواجهة بين نادي الهلال والاتحاد. الحالة الأولى في الدقيقة 7 كانت داخل منطقة جزاء فريق الاتحاد، وهنا طبعا صار في احتكاك بسيط بين لاعب الاتحاد وسالم الدوسري. هذا الاحتكاك لا يرتقي لركلة جزاء على اعتبار هنا كان فقط تلامس على مستوى الأقدام، ولم يكن هناك مهاجمة من قبل لاعب الاتحاد. طبعا سالم دوسري تكلم الحكم على أساس أنه يعتبرها ضربة جزاء، ولكن الحكم قال لا، ليست ضربة جزاء. في الدقيقة 37 كان هناك تماسك متبادل بين اللاعبين. القرار الصحيح واستمرار اللعب، تماسك كان بين مد الله العليان مع متروفيش. نشوف كلا اللاعبين ماسك الآخر وتدافع بينهم وسقط على الأرض. لم يكن التماسك من جهة لاعب واحد، تماسك من كلا اللاعبين، المسك من طرف واحد. لا بد أن يكون المسك صريح ومؤثر على اللاعب حتى يتم احتساب ضربة جزاء. أما هنا الحالة القرار سليم، كان يجب الحكم أن لا يعلن عن ركلة جزاء، والمفترض من حكم الفيديو استدعاء حكم المباراة لمشاهدة هذه الحالة ومن ثم إلغاء ركلة الجزاء. طبعا احتسب هدف في الدقيقة 63. وطبعا هنا في البداية الحكم أعطى بطاقة صفراء لاعب فريق الاتحاد كانتي، وكان الحكم قريب ومن زاويته الرؤية واضحة، ولكن اتخذ القرار الخاطئ في البداية. بعد هذا حكم الفيديو استدعاه وقال له هذا الحالة لعب عنيف، على اعتبار أنه لاعب الاتحاد كانتي كانت رجل لاعب الهلال ممدودة، واستخدم كانتي مسامير الحذاء اللي أسفل القدم على منطقة الساق، وهي بشكل عام لعب عنيف. وقرار من الحكم سليم بإعطاء لاعب الاتحاد البطاقة الحمراء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو وتدخل سليم هذه المرة من حكم الفيديو. والحكم بعد ذلك راح وأخرج البطاقة الصفراء لكانتي واستبدلها بالبطاقة الحمراء الصحيحة بداعي العنف. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.